اهلا بيكم يا جماعه، معاكم جوبا. اهلا بيكم في اول حلقه بعد مرور ما يقارب الشهرين بسبب الظروف بقى اللي انا قلت لكم عليها يعني. ومش هنخوض في تفاصيل كتير عشان احنا عندنا حلقه النهارده مميزه جدا، وهي يعتبر بالنسبه لي هي قصه انجح عائله في تاريخ المصارعه الحره. حلقه النهارده عن العائله الامبراطوريه للمصارعه، وهي عائله ماكمان، العائله المؤسسه لعالم المصارعه الترفيهيه، مش رياضه المصارعه الحقيقيه اللي احنا عارفينها اللي هي المصارعه الروماني دي، لا خالص. وهم يعتبر اللي حولوا ال WWE الى رمز المصارعه الحره في العالم. ونبتدي بمؤسس العائله وهو الجد الكبير بتاع العيله، وهو جيس ماكمان. جيس ماكمان اللي اتولد في 29 اكتوبر 1882. اتولد من اب ايرلندي اسمه رودريك، وهو مهاجر ايرلندي كان عايش في الولايات المتحدة الامريكية وبيمتلك فندق. بمعنى ان عائلة ماكمان ما اتولدوش فقراء، هم اتولدوا اساسا يعتبر اصحاب ملك واغنياء. جيس ماكمان بدأ في الترويج سنة 1915 لرياضة الملاكمة في البداية في القطاع الشمالي الشرقي في الولايات المتحدة الامريكية. استمر بالترويج للملاكمة والمصارعة لحد سنة 1951. وفي سنة 1952 أسس منظمة كابيتول ريسلينج كوربوريشن، اللي يعتبر هو أول اسم لاتحاد WWE، كان تحت مسمى CWC. إلا إن بعد سنتين بس من تأسيس المنظمة للأسف جيس ماكمان اتوفى في يوم 22 نوفمبر 1954. جاله نزيف في المخ، فللأسف خلص على حياته في عمر يناهز ال 72 سنة علشان يترك المنظمة لابنه فينسنت جيمس ماكمان، المعروف بفينس ماكمان الأب، واللي اتولد في 6 يوليو 1914. اللي تولى رئاسة منظمة CWC اللي أسسها والده جيس. فينسنت غير الاسم خالص، خلاه World Wide Wrestling Federation WWF، واللي انضم لرابطة اتحادات المصارعة الوطنية في أمريكا NWA عشان الرابطة تروج لاتحاد WWF. ودي كانت حركة في منتهى الذكاء، لأن فعلا الرابطة روجت للاتحاد، وبالفعل بقى من أشهر اتحادات المصارعة في الشمال الشرقي في أمريكا. وأول ما اتشهر الاتحاد، ماكمان الأب اللي يعتبر بالنسبة لكل جماهير المصارعة هو العبقري الأول، لأنه استغل الفرصة دي علشان ينفصل عن الرابطة ويبقى اتحاد مستقل سنة 1963. إلا إن الاتحاد ما كانش الأفضل للأسف، لكن هو كان بيحتل المركز الثالث بعد اتحاد AWA و NWA. فينسنت ماكمان ما كانش راضي عن وجوده أساسا في الرابطة، كان بالنسبة له وجوده في الرابطة هو يعتبر كلبش بالنسبة للاتحاد بتاعه. الاتحاد بتاعه مش هينجح بالطريقة دي، لأنه كان عايز يستغل ويقلب عالم المصارعة رأسا على عقب من خلال انه يخلي اتحاد WWF هو اقوى وافضل اتحاد مصارعة في امريكا، بعيدا بقى عن الرابطة خالص. بمعنى انه يبقى هو المسيطر على عالم المصارعة. تفكير عظيم علشان يبقى هو بقى المسيطر على الرابطة نفسها. وده اللي حصل في سنة 1982 لما WWF وصل لأعلى مكانة ليه. وفي سنة 1982 اختار ماكمان الأب التقاعد عن العمل في الاتحاد، وسلم الإدارة لابنه فينسنت كينيدي ماكمان. لكن للأسف في 24 مايو 1984 بيتوفى فينسنت ماكمان الأب عن عمر يناهز 69 سنة بسبب مرض سرطان البنكرياس، عافانا وعافاكم الله جميعا. وهنا نيجي بقى لمؤسس العائلة الحقيقي اللي كتب اسم العيلة بحروف من ذهب، وهو فينسنت كينيدي ماكمان، الأب الروحي لعالم مصارعة المحترفين حاليا. اتولد ماكمان في 24 أغسطس 1945، وعانى من المعاملة السيئة من زوج أمه لأن والده ووالدته كانوا منفصلين. بعد ما تم سن الرشد، ماكمان الأب عينه كأحد المسؤولين خلف الكواليس للاتحاد، وعلشان يكتسب خبرة أكتر وأكتر عينه مراسل، المراسل اللي بيقوم بعمل المقابلات الشخصية مع المصارعين.
وبعدين عينه معلق على ترابيزة المعلقين. بس هنا كان فكرته ان هو يخلي ابنه يعلق على ترابيزة المعلقين علشان يبقى مقرب من المصارعين اكتر والجماهير بالذات، علشان هو يسمع هما كانوا بيقولوا ايه بالظبط وبيطالبوا بايه، ويتعلم كمان التعامل مع السيناريوهات الخاصة بالمصارعين في الحلبة. الا انه كان حابب يبقى مصارع في البداية، بس والده رفض عشان كان عايزه يدير المنظومة مش يبقى عضو عامل فيها بس. وده طبعا كان صح بسبب رؤية ماكمان الأب ومعرفته بذكاء ابنه فينس ماكمان. ففينس ماكمان بقى صاحب أكبر اتحاد مصارعة في العالم WF World Wrestling Federation. بدأ ببث عروض الاتحاد تلفزيونيا في الولايات المتحدة كلها، مش في القطاع الشمالي الشرقي بس، في الولايات المتحدة. وده كان يعتبر ثورة على الواقع في الوقت ده. ابتكر عرض ريسلمانيا وده كان اهم عرض في السنة، وحصل بالفعل الى وقتنا هذا ان ريسلمانيا هي اهم عرض في الاتحاد بشكل عام، بل هو بقى اهم عرض في تاريخ الاتحاد من ساعة ما اتعمل لحد دلوقتي. صنع النجوم الاولى في المصارعة وهم هالك هوجان واندرتيكر. بعد مرور 37 سنة بقى اتحاد WWE اكبر منظومة للمصارعة في العالم، واللي بيبلغ أرباحه سنويا ما يقارب $1,000,000,000 علشان ينجح فينس ماكمان ويحول رؤيته للواقع علشان يبقى هو فعلا أسطورة المصارعة الحرة والأب الروحي للمصارعة بامتياز. ونيجي هنا بقى للعقل المدبر وراء فينس ماكمان. مش بيقولك دايما وراء كل رجل عظيم امرأة؟ انا بقى هقولك المرأة دي عملت ايه. ليندا ماكمان، مواليد 4 اكتوبر 1948، وصاحبة شركة تايتان سبورت، الشركة الخاصة اللي تمتلك اتحاد WWE بالشراكة طبعا مع فينس ماكمان. اشتغلت مستشار عام للاتحاد لمدة 15 سنة، وكانت كمان هي محامية الاتحاد، فهي اللي تولت كل قضايا الاتحاد، واهمهم طبعا قضية المنشطات، وكانت المنقذة للاتحاد في الوقت ده، وهي المتحدث الرسمي للاتحاد في أمريكا والعالم، خصوصا في قضية موت المصارع كريس بنوا. وفي 2009 سابت الاتحاد علشان تترشح في مجلس النواب الأمريكي، ونجحت في الانتخابات بالفعل وبقت نايبة، وتولت الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب. ولما نجح رجل الأعمال الأكثر جدلا في العالم عينها في منصب وزيرة التجارة. ونيجي بقى للابن الأول وهو شين ماكمان. شين ماكمان هو مواليد 15 يناير 1970. اشتغل كإداري في الاتحاد في أواخر التسعينات، واختار انه يبقى مصارع، وبالفعل بقى من نجوم عصر الاتيتيود إيرا، ويعتبر هو ملك الحركات المتهورة في الاتحاد، وبالفعل نجح في الفوز بلقب أوروبا ولقب القارات وألقاب الزوجي. حاليا هو رجع إداري في الاتحاد زي ما هو. الابنة الثانية وهي ستيفاني ماكمان، مواليد 24 سبتمبر 1976، تعتبر هي النسخة النسائية من فينس ماكمان. بقت نجمة في الفترة اللي كانت في أواخر التسعينات وأوائل الألفينات لما كانت مديرة عرض سماك داون، وكانت واجهت عصابة السلطة ذا أثوريتي، وهي حاليا مديرة العلامة التجارية للاتحاد، ويعتبر منصبها هو المنصب الثالث من حيث الأهمية بعد منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير التنفيذي. وما ينفعش ننكر طبعا يا جماعة دورها في تطور القسم النسائي في الاتحاد في الفترة من 2015 ل 2019. ونيجي لآخر عضو معانا في عائلة ملوك المصارعة وهو تريبل اتش، بول ليفيسك، العقل المدبر للاتحاد حاليا ومبتكر NXT اللي ابتدى مسيرته في WCW وانتقل للاتحاد في التسعينات، وهنا شق طريقه وحقق اغلب البطولات في WWE علشان يشغل منصب مدير العمليات والمسؤول عن المواهب والمشرف على الاتحادات المحلية. وهنا نختتم مسيرة عائلة ماكمان، واتمنى اكون انا ضيف خفيف عليكم، وان شاء الله هيبقى في قصص كتير عن المصارعين وعن المصارعة بشكل عام، علشان اللي فات كان حمادة واللي اي حمادة تاني خالص. وبس كده حلقتنا خلصت. ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا لايك برضو لو ما عجبكوش الفيديو، مش تخسروا حاجة يعني، احنا لسه راجعين جديد اهو. وما تنسوش برضو تفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. بحبكم كلكم، يلا سلام.